مصر، أرض الفراعنة، ملتقى الحضارات، وبلد الفطير المشلتت والكشري اللي هيخلوك تشوف المستقبل. ولو سألتني شايف مصر ازاي؟ اقولك شايفها النيل العظيم اللي بيجري من جنوبها لحد شمالها. أرض السفاري تبقى ماشي فيها عادي في قلب الصحراء، فجأة تكتشف انها كانت محيط. الصحراء هتحسسك انك انت في كوكب تاني. بس تحت أي ظرف تلاقي كده واحد بيبيع شاي بالنعناع. طبعا عندنا اهرامات، بس في نفس الوقت عندنا فنادق تخليك تسأل نفسك انت في مصر ولا في عالم موازي. والاكل مغامرة لوحده. حد يشوف لي تاكسي يروحني البيت. بلد الصحراء والساحل، الفراعنة واليونانيين والعرب. دي اسكندرية مش اوروبا، ومش محتاجة فيزا وتأشيرة ولا حاجة. مين اللي قالك؟ ماشي يا شعب الله المختار. بحر مرسى مطروح هيخليك تشك انك انت نزلت في مطار المالديفز بالغلط. بس الفرق ان هنا هتسمع ام كلثوم في الخلفية. مصر الرحلة تبدأ بفطار بدوي وغدا على كروز في النيل، وعشا في شوارع القاهرة، وهوب طيران بالبالون فوق أرض الفراعنة. فهي مغامرة هتفاجئك كل مرة. مش مهم شايفها ازاي، الأهم وانت في مصر اوعى تجاوب على سؤال هو قالك فين. انا فتحت فلتر انستجرام بالغلط ولا ايه؟